عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، واحد من الشخصيات اللي بتحظى بشعبية كبيرة الحقيقة في بورسعيد. الناس أول ما عارفة إن هو جاي النهاردة عمالين يكلموني في التليفون وعمالين يقولوا لي طب اسألوا عن كذا، طب إحنا عايزين نعرف هنلعب فين، طب هسأل كل الأسئلة اللي أنتوا قلتوا لي عليها النهاردة بإذن الله. أهلا وسهلا بحضرتك، مشرفنا ومنورنا. الله يخليك يا أستاذ إبراهيم، أنا سعيد بيكم جدا وسعيد إن إحنا النهاردة قاعدين مع بعض بعد فترة عصيبة للنادي المصري، بقى لنا حوالي دلوقتي سنتين. نحب نوضح لجمهورنا كل حاجه النهارده ان شاء الله، ونبقى عند حسن ظنهم باذن الله. انت جايب الدفتر وجايب الورقه كل حاجه والقلم وكل حاجه جاهز. شغل مؤسسي ان شاء الله. طيب هبتدي مع حضرتك من النهايه. النادي المصري الموسم الجاي هيلعب فين؟ الازمه اللي مثاره انه انتوا ما ينفعش تلعبوا في الملعب بتاعكم طبعا، وانتوا بتحاولوا في ملعب بور فؤاد. النهارده انت كنت قاعد مع الحاج محمود الشامي امبارح، قول لنا بقى تفاصيل الاجتماع، خرجتوا بايه وانتوا ناويين تعملوا ايه وموافقه الامن جت ولا لسه؟ هو اولا طبعا احنا في قرار محكمه دوليه، المحكمه الرياضيه، وفي قرار اتحاد الكوره بان الاستاد بتاع بورسعيد احنا محرومين من اللعب عليه لمده 5 سنين. فات منهم حوالي سنتين ونص ولسه مكملين المده. بس هو كان في اثير في الفتره الاخيره اشاعات من اتحاد الكوره، او يعني يمكن تصريحات، بس تصريحات ما تحرتش الدقه، بان المصري مش هيلعب في بورسعيد. فحبينا ان احنا نتوجه على طول، يعني احنا بنحب، يعني احنا كاعضاء مجلس اداره عايزين نقطع شك باليقين. أيوة. كل حاجه بتتقال في الشارع. تمام. حضرتك عارف بورسعيد وجمهور النادي المصري محب قد ايه النادي المصري، وبياخد على اعصابه كل خبر بيضر النادي المصري. فتوجهت امبارح فعلا لمقر اتحاد الكوره، واجتمعت بالاستاذ جمال علام والحاج محمود الشامي وكابتن حماده المصري وايهاب الهيطه، والناس نفوا نفيا تاما قاطعا بان المصري، ان هم طلعوا تصريحات ان المصري مش عارف بورسعيد. الناس فاهمه كويس جدا القانون وفاهمه قرار المحكمه الرياضيه بان المصري محروم من اللعب على استاد بورسعيد لمده 5 سنين. واتكلمنا فعلا ايه الملاعب المتاحه اللي ممكن المصري يلعب عليها. رشحنا ملعب نادي بور فؤاد، ورشحنا ملعب نادي المريخ. جاهزين؟ بنجهزه يعني. النهارده انا لسه كنت مع استاذ احمد جوهر على التليفون، ومشكورا الراجل، يعني انت عارف حضرتك المريخ والمصري دول اخوات طول عمرهم، ولاد عم. الراجل هنشوف ايه طلبات الامن. متنجل كويس الامن، اهم حاجه كويس جدا. وكان المريخ كان بيلعب عليه، واحنا عندنا اول تمرينه يوم السبت ادوا لنا الملعب ان احنا نتمرن عليه ان شاء الله. اول تمرينه كابتن طارق يحيى. تمام. وفي الاقرب لينا ملعب نادي بور فؤاد عشان برضو الموافقات الامنيه. بس بنحاول برضو في المريخ وفي الرباط والانوار. الحاجات دي يعني اتحاد الكوره قال لكم ان هو ما عندوش مانع؟ ما فيش مانع، لا هو اتحاد الكوره عارف القانون وعارف الحكم اللي طالع. النادي المصري تبعد عن استاد بورسعيد 5 سنين. بورسعيد 5 سنين. وبمسافه ده ماتش الاهلي بس مسافه 200 كيلو متر بعيد عن بورسعيد وبعيد عن القاهره. وكان مجلس اداره النادي الاهلي كابتن مع استاذ محمود طاهر ما فيش مشكله بالنسبه له في الحته دي. اللي بس عايز اوضحه، مفيش مشكله بالنسبه له في ايه؟ في ان احنا نلعب الاهلي والمصري على بعد 200 كيلو من القاهره ومن بورسعيد. ماشي. وكان طلع تصريح بكده في الفتره الاخيره. تمام. انا بس اللي احب اوضحه ان يعني الجلسه اللي جمعتني مع اتحاد الكوره اكدنا فيها اول حاجه ان النادي المصري هيتعامل، الناس يعني اتحاد الكوره هيعامله زي اي نادي في الدوري الممتاز الموسم الجديد ان شاء الله. بمعنى ايه؟ بمعنى ان اللي هيمشي على الانديه كلها هيمشي على المصري. مفيش حاجه اسمها ان لو الدوري اتلعب بجماهير النادي المصري يتحرم من جماهيره. مفيش حاجه اسمها كده. احنا في قرار محكمه رياضيه باستثناء مباراه الاهلي دي حاجه، دي شق لوحده يعني. هنلعب في بورسعيد، احنا اللي هنحدد الملعب على حسب جاهزيه الملعب سواء البور فؤاد او المريخ او الرباط. الامن، الموافقات الامنيه اللي هيمشي على بقيه انديه الدوري هيمشي على النادي المصري. طيب هتقابلك بقى يعني اكيد مشكله كبيره ان انت تقنع مديريه امن بورسعيد بان انت جاهزين. احنا جاهزين لاي حاجه حق للنادي المصري. احنا كمجلس اداره جاهزين له وعارفين هنتعامل معاه. انتوا اللي جاهزين مش المديريه اللي جاهزه. احنا جاهزين للتعامل مع اي حاجه. احنا النادي المصري اتظلم، والنادي المصري جمهوره اتحرم منه. خد بالك الازمه مش عندك، والازمه ما بقتش عند الجمهور. الازمه دلوقتي بقت هي وزاره الداخليه او مديريه امن بورسعيد تحديدا بعد اللي شافته اسقط في ايديها. وكل ما يقول لك طب ومين يتحمل مسؤوليه تكرار ازمه زي دي تاني؟ ما هو ده اللي انا عايز وبالتالي هو ده اللي انا بكلمك عليه. ده زبرنا عايز اوصله، ان اللي هيمشي على الانديه هيمشي عليهم. احنا ما فيش حاجه عن النادي نفسه. ازمه المباراه بتاعه الاهلي والمصري، الاحداث بتاعه الاستاد،
اللي حصل فيها ده كان زي ما احنا عرفنا حاجات مؤامرات بتتحاكى ضد مصر. بورسعيد اتظلمت فيها تماما. بورسعيد عمرها ما كانت بلطجيه، بورسعيد عمرها ما كانت بتسبب اي مشكله. بورسعيد دي جزء من مصر، مفيش حاجه اسمها شعب بورسعيد وشعب مصر، مفيش حاجه اسمها انا متفق معاك ان احنا نعمل حاجز نفسي وحاجز اقتصادي وحاجز على كل حاجه تبع بورسعيد. خلاص احنا مش هنسمح لكده تاني. احنا هنلعب في الدوري سواء مجموعه او ايا كان، وهي غالبا مجموعه واحده. مش عايز اكسر مقاديفك، لا بس لا لو الامن لو الامن قال لكم مش هينفع هتعملوا ايه؟ هنحاول مره واثنين وثلاثه، وحقنا هناخده سواء من الامن، من اتحاد الكوره، من وزاره الشباب والرياضه. حق النادي المصري هياخده. في دلوقتي مجلس اداره، مجلس اداره محترم بقى لنا حوالي شهرين ونص او 3 شهور، جاهزين لكل حاجه. كل معركه لمصلحه النادي المصري احنا جاهزين. طيب عايز اتحول لملف تاني، وهو الفريق بقى نفسه. طبعا انتوا جبتوا واحد من المدربين اللي يعني بيعرفوا يعملوا فرقه يبنوها من العدم، وانتوا ما شاء الله كمان مش من العدم، انتوا عندكم عناصر كويسه جدا موجوده. طبعا. كمان اضفتوا لها عدد كبير من اللعيبه. الحمد لله. بصراحه كده وعلى الهوا، اي مدير فني بيجي المصري بيبقى خايف، ويعني موضوع الجمهور ده في باله. اول ماتش طق اتغلب، يلا مع السلامه. الضغوط بتيجي من الجماهير لمجلس الاداره غصب عنهم، يقولوا للراجل احنا مش قادرين. ناويين تعملوا ايه مع كابتن طارق يحيى؟ لا، كابتن طارق يحيى قيمه كبيره. احنا سعيدين بيه جدا، والشارع والجمهور سعيد بيه. احنا مش هنتعامل بالقطعه. احنا في موسم وفي عقد معمول مع كابتن طارق والجهاز الفني. عظيم. في اداره دلوقتي، واحنا شغالين نظام مؤسسي. احنا كان الشارع بيقول لنا فين المدير الفني، فين الصفقات، فين اللعيبه. احنا كنا مكتمين جدا كمجلس اداره على الفتره اللي فاتت، لدرجه الناس بدات تهاجم مجلس الاداره. فين يا جماعه التعاقدات؟ اخر حاجه عبد الله الشحات عبد الله الشحات، محمد عادل، محمد جمعه. عندنا 12 لعيب لغايه دلوقتي مضوا. محمد اشرف، احمد ياسر، نور الجرحي. لعيبه مميزين. لا جبتوا لعيبه كويسه بصراحه. ولسه في تكمله كمان. اللي انا عايز اوصله بس للجمهور ان احنا بنشتغل، مش بنشتغل من الشارع. احنا ناس عارفين اداره. كلنا يعني يمكن شباب او رجال اعمال او حافظين موضوع الاداره ده كويس. تمام. بنحاول ان احنا نشتغل في جو من السريه، لان السوق بتاع الكوره صغير. فما اقدرش اقول انا بتكلم مع المدرب ده والمدرب ده والمدرب ده واللعيب ده واللعيب ده. في مزايدات. صحيح. فاحنا بالعكس، احنا في ظهر كابتن طارق، في ظهر الجهاز الفني كله. ازاي هتعزلوه ازاي؟ لا مش هنعزله. لا انا عايز توفروا له الجو ازاي؟ موضوع الجمهور، جمهور النادي المصري حساس قوي. حساس قوي من ناحيه النادي المصري. أيوه. بيحب يعني لما بيحب قوي، لما بيزعل قوي. احنا الحته دي حاطينها قدام عينينا دايما، واتكلمنا فيها مع كابتن طارق، وكابتن طارق مستعد لدي. كابتن طارق ميزته ان هو بيبني، والبنى ده في اوله كل عماره بتتبني في اساسها بتبقى صعب، في صعوبات. الجمهور متفاهم ان احنا رجعنا، يعني مش عايز اقول من العدم، من مربع صفر. موسم ما اشتغلناش فيه، موسم تاني كنا بنلعب على مسافه كبيره، ما كانش فيه موارد ماليه، ما كانش فيه مجلس اداره غير يعني استاذ ياسر يحيى ومعاه استاذ محمد الخولي ومعاه دكتور شريف صالح. كانوا 3 بس هم شايلين على عاتقهم الفتره اللي فاتت، الموسم اللي فات، مشكورين طبعا جدا. دلوقتي لا، في سيستم، وحطينا منظومه ان شاء الله تبقى منظومه صح واداريه صح وهيكل تنظيما مظبوط، نقدر ان احنا ننهض بالنادي المصري فيه. طيب، وانا الحقيقه كمان عايز اطلب من جمهور بورسعيد ويتفهموا ده، يعني جمهور النادي المصري ويتفهموا ده. هيبقى عندكم ازمه كبيره قوي 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 في التعاقد مع المديرين الفنيين. الناس والله بتبقى خايفه، خدوا بالكم الموضوع ده، خايفه من انه الجمهور بيزوم عليها من اول ماتش. حاولوا تصبروا شويه على المديرين الفنيين، خاصه ان انتوا جاي لكم حد كفء قوي وحد شاطر قوي وبيعرف يبني فرقه زي ما بيقول الاستاذ احمد بالظبط كده. فدي انا بس حابب اقولها، لانه انا عارف يعني الناس في لا متفاهمين والله متفاهمين يا ابراهيم، والناس حاسه بالمعاناه اللي احنا عانيناها في الفتره اللي فاتت، وحاسه بان النادي المصري لازم يرجع، ولازم يرجع بقوه، وحقه مش هيضيع طول ما احنا ان شاء الله موجودين وفينا نفس. مش هنضيع ولا حق النادي المصري ولا حق بورسعيد. بتصرفوا منين؟ حاليا احنا من اول ما دخلنا مجلس الاداره حطينا قدام عينينا يعني الراحل سيد متولي الله يرحمه ويحسن اليه كان هو اللي بيدفع من جيبه. طبعا ده كان فعلا يعني دي كانت النادي المصري دايما بيعتمد على جهود الرجل الاوحد. الزمن ده اللي احنا عايشين فيه صعب. صعب بنحس ان انت لازم تبني موارد ماليه. مش هقطعك في الحته دي. اتفضل. الحاج سيد متولي صرف قد ايه تقريبا على النادي المصري؟
لا كتير. يعني ما عملتوش احصائيه؟ والله بص، كان في حاجات قدامنا وحاجات من ورانا احنا كاسره. يعني عشان برضو ما نزعلش في اوقات. ما جيتش انت في وقت من الاوقات قلت له يا حاج كفايه يا حاج كده؟ والله انا عمري من كتر حبه للنادي ومن كتر ما هو كان قد ايه بيتبسط لما الجمهور بيتبسط، احنا كنا بنبقى مبسوطين. مع ان احنا كنا اوقات صغيرين ويمكن كان بيأثر على شغله، بيأثر على الاسره، بيأثر على العيله، بس لا احنا كنا شايفين قد ايه ان هو مبسوط وفرحان والبلد فرحانه، ده عندنا بالدنيا. وده بان بقى قوي في الجنازه. لما يطلع 100,000 بورسعيدي، بورسعيد كلها حوالي 350 400,000 ساعتها 2008، يطلع 100,000 بورسعيدي في الجنازه، ده رد جميل، ده ما يسويهوش مال الدنيا كلها. انا كنت زعلان في اخر ذكرى لانه ما حضرش حد من الاتحاد المصري لكره القدم، وانتوا كنتوا عاملين حفل تأبين. يعني كنا عاملين حفل تأبين برضه. طبعا هو بص اقول لحضرتك حاجه، يهمنا في المقام الاول بورسعيد. حضرتك انزل دلوقتي بورسعيد، صور الحاج الله يرحمه موجوده في كل قهوه، موجوده في الشوارع والميادين الرئيسيه، ذكرى عمرها ما حد هيقدر يمحيها. طيب ارجع بقى للسؤال للموارد. يعني انتوا جايبين ما شاء الله، قلت لي كام لعيب لحد دلوقتي؟ حوالي 12 لعيب، ولسه 12 لعيب ان شاء الله في من انهي جيب بالظبط، ولا عاملين جمعيه مع بعض؟ والله كل حاجه. يعني احنا سياده الوزير طبعا خالد عبد العزيز مشكورا بيدعم النادي، سياده المحافظ مشكورا بيدعم النادي، احنا كمجلس اداره طبعا استاذ ياسر يحيى، استاذ شريف شدوى، استاذ محمد الخولي، محمد ابو عوف، محمد الدويني، شريف شعبان، احمد الشامله، انا الحاج محمد الملاح، كلنا بنساهم. بس بنساهم مؤقتا، لان احنا مش عايزين نغلط غلطات اللي هو هنساهم ولو مشينا طب مين اللي هيجي يساهم؟ بالظبط كده. فاحنا بنبني ان شاء الله منظومه ليها موارد وفي نقط شغالين عليها. اللي هي اديك مثال. يلا. في عندنا حاجه اسمها النادي الاجتماعي. النادي الاجتماعي ده قصه كبيره. النادي المصري من 1920 ما عندوش نادي اجتماعي. الحمد لله القياده السياسيه حاليا في بورسعيد، سياده المحافظ سماح قنديل، فعلا وعد ووفى. ادالنا قطعه ارض على البحر، بس للاسف طلع فيها نزاع من كذا جهه، المساحه الجيولوجيه والفنار والجيش. المهم قطعه الارض دي راحت. بيدرس دلوقتي حاجه جديده ان شاء الله. النادي الاجتماعي ده هيبقى مورد من موارد النادي، محلات على سور النادي، اوتيل او حاجه فندق متعدد الاغراض، ده مورد يمكن طويل الاجل. خلال قد ايه مثلا؟ ده في خلال ان شاء الله سنتين. يعني احنا حاطين 24 شهر. ماشي. الحاجه السريعه اللي ممكن اقولها لحضرتك ان في عندنا الملعب الفرعي اللي هو ملعب السيد متولي. ده احنا اخذنا الحمد لله توصيه من او موافقه من المحافظ باقامه حوالي 17 محل ومبنى متعدد الاغراض، يتعمل فيها صاله افراح، مطعم، فندق، شقق فندقيه. والسياده الوزير طبعا خالد عبد العزيز مشكورا وافق لنا ان هو وزاره الشباب والرياضه هتتكفل بيه بالكامل. حلو قوي. ده مورد وده قصير الامد، يمكن ده في خلال ان شاء الله 10 شهور او سنه بالكثير. عندنا الشركه الراعيه الجديده اللي احنا ان شاء الله هنتعاقد معاها. دي برضو بنحاول ندخل يمكن الفكر الاوروبي او الجديد، ان يبقى في حد مسؤول عنك بكل حاجتك. تنظيم معسكرات، جهاز هي تعاقدت كده، ما هي تعاقدت. هو ده تعاقد. بس هي الشركه دي تحديدا تعاقدت مع كل الانديه كده. كل الانديه. ويمكن احنا ان شاء الله بنحاول ان احنا نحط في عقدنا حاجات زياده بنفت كده في المواضيع. يعني بنحاول ان احنا نحطها اتوبيس لعيبه، معسكرات خارجيه على حسابهم. بنحاول ان احنا برضو يعني ما نكلفش خزينه النادي الفريق الاول. في عندك كمان حضرتك في راديو وجريده بيصدرها المركز الاعلامي طبعا دكتور محمد فاروق، ده المتحدث الاعلامي المصري. راديو النادي المصري. راديو النادي ده المصري هينزل على اف ام. وفي الجريده بتاعت النادي المصري على ده برضه لا ده على الراديو، على اف ام، على الاف ام. احنا موجود اصلا على الانترنت. احنا دلوقتي بنحولها الراديو على الاف ام الموجه العاديه. وانتوا بتلاقي في ترددات على الاف ام؟ انا اعرف ان لا في ترددات واخدنا التصاريح وشغالين فيها. دي تبقى هناك في المصري تسمعوها بس في المصري؟ دي بنسمعها في بورسعيد وبناخد بعد كده الموافقات الامنيه عشان تبقى على كل مصر. يمكن احنا دي يمكن اللي هي الحاجه المصغره من القناه المحطه الاعلاميه دي، يمكن بدايه وان شاء الله تكبر معانا بعد كده ان شاء الله. عندنا بعد كده طبعا الجريده. انا قطعتك في الجريده. الجريده ان احنا عندنا شباب هايل، اللجنه الاعلاميه عندنا في النادي المصري بقياده طبعا دكتور محمد فاروق متحدث الاعلامي للنادي. عاملين شغل حلو قوي. هنصدر جريده ان شاء الله في يمكن على شهر 10 بالكتير. دي برضو بتدر اعلانات، بتدر ارباح. عندنا اكاديميه النادي المصري. دي المدير الفني بتاعه ومشرف عليها كابتن ابراهيم المصري.
وما ادراك ما كابتن ابراهيم المصري. عارف. ده قصه تانية، دي احنا يمكن متبنيينها بكل جهد، لان ده حاجه استثماريه وتعليم نشء، تعليم كره القدم، عشان اقدر افرغ لقطاع الناشئين ولد جاهز. انت يمكن بيجي لنا قطاع ناشئين الموهبه بس يمكن مش متعلم الكوره، بنحاول نعلمه في الاكاديميه عشان يجهز لقطاع الناشئين. بنحاول نحط كل السبل اللي تعلي الموارد بتاعتنا. طيب. يمكن كمان عندنا برضو، معلش اخر حاجه بقولها لحضرتك، عندنا فكره جديده، حاجه اسمها الشركه المساهمه للنادي المصري. دي شركه مساهمه بنقدر ان احنا نطرح اسهم للجمهور، واللي يمكن السهم بنحدده ب 10 جنيه او حاجه بسيطه، مبلغ رمزي، عشان حتى الجمهور يحس ان هو مساهم في النادي المصري نفسه. الشركه دي عشان ايه؟ الشركه دي لتسويق، الشركه ديت للمرحله الجايه اداره. كل الانديه المفروض دوري المحترفين تتحول لشركات. طب ما انتوا لازم تتحركوا الاول على صعيد الاتحاد المصري لكره القدم، تاخدوا موافقه ان انتوا تتحولوا لنادي محترف. لا، بنعمل اول الشركه وبعد كده لما الشركه تنجح ان شاء الله نضمها بقى النادي المصري. الشركه دي هي اللي تتحكم في الاكاديميه، الشركه دي هتتحكم في يمكن شغالين على الموافقات بتاعتها، شغالين على الموافقات بتاعتها، ويمكن ده استاذ محمد الضويني هو اللي متوليها مجلس الاداره. معانا على التليفون رئيس النادي المصري الاستاذ ياسر يحيى، ورحب بحضرتك يا فندم، اهلا وسهلا بيك. اشكرك يا كابتن ابراهيم، برحب بيك في برنامج مصراوي. مساء النور يا فندم، اهلا وسهلا بيك، مشرفنا ومنورنا. ده حاجه تشرفني طبعا، اذا كان انتوا بتعتبروا في بورسعيد ده برنامجكم، فدي حاجه تشرفني وحاجه تسعدني جدا الحقيقه، يعني لكم مني كل التحيه والتقدير. بسأل حضرتك بقى على الفترة اللي جاية، وانا مشرفني الأستاذ أحمد سيد متولي، وبيتكلم الحقيقة بمنهجية وبترتيب أفكار وشيء الحقيقة يعني يشرف أي حد من بورسعيد. كلامي وسؤالي الموجه لحضرتك عن مدى التفاهم اللي موجود في مجلس إدارة النادي المصري من أجل الاستفادة من كل الأفكار اللي انتوا بتطرحوها على المائدة، مائدة مجلس الإدارة. والله يا أستاذ إبراهيم زي ما أنت قلت كده، احنا مجموعة أصدقاء يعني قبل ما نكون مع بعض في المجلس، احنا عشرة عمر يعني، فعشان كده في تفاهم. ولو احنا كنا اختلفنا في الفترات السابقه كان في اختلاف مثلا، فكان اختلاف في الصالح العام، كل واحد من وجهه نظره شايف ان مصلحه النادي من وجهه نظر اللي هو شايفها، فكان ظهر الموضوع في اختلاف، لكن في الاول والاخر احنا بنتفق في الصالح العام. وانا اعتقد ان شاء الله في الفتره الجايه كل فرد من المجلس هيؤدي اللي عليه عشان نرجع مصر ان شاء الله لسابق عهده واحسن ان شاء الله باذن الله. يعني ابرمتم عدد كبير من الصفقات، 12 لاعب. اللي كنت لسه بسال الاستاذ احمد، الفلوس مين بيصرف مين بيطلع؟ والله واحنا شغالين مع بعض كده ان شاء الله يعني. مش عايزين تقولوا اللي بيقدر يعمل حاجه بيعملها على اساس اكتر واحد بيصرف هو والله، دي حقيقه. والله استاذ ياسر مساء الخير، بسلم عليك، احنا لسه متكلمين في التليفون بس بسلم عليك تاني على الهوا بقى. احمد اخويا وطبعا ابن العظيم الراحل، المثل الاعلى لينا طبعا الحاج سيد متولي طبعا، وان شاء الله احمد حاجه تشرف، يعني انا اتشرفت ان هو معايا والله. ابي ياسر والله ربنا يكرمك. واضافه ان شاء الله لمجلس اداره، واضافه لبورسعيد، راجل بيحب بورسعيد طبعا زي ما بيقولوا ذكى الشبل من ذكى الاسد يعني. ربنا يكرمك. فموضوع الفلوس احنا في الاول والاخر احنا كلنا مشجعين للنادي المصري، واللي بيقدر يعمل حاجه بيعملها، يعني المهم في الاخر ان بابه يتقفل ومشكله وتتحل ان شاء الله باذن الله. مش عايزين اي بيبان تتقفل، احنا عايزين كل البيبان تتفتح الفتره اللي جايه في المصري. لا مش قصدي يعني مشكله. لا انا عارف، انا باخد من الكلمه بس وبحط التاتش بتاعي. اشكرك شكرا جزيلا الحاج ياسر يحيى رئيس النادي المصري، اشكرك على المداخله شكرا جزيلا. الروح دي الحقيقه كويسه، في فتره كان في شد وجذب في مجلس الاداره للصالح العام والله. يعني احنا يعني زي ما ياسر قال، احنا كلنا اصدقاء وكلنا يمكن سننا قريب من بعض. بنحب النادي قوي، كل واحد عايز يشتغل وكل واحد عايز يعمل حاجه للنادي. وفعلا بطمن الجمهور، مجلس الاداره الحالي بما ليه او بما عليه بيحب النادي وعايز يعمل وهيعمل ان شاء الله للنادي المصري باذن الله. طيب عندي بقى شويه اسئله كده سريعه. التفاهم ما بينكم وما بين النادي الاهلي، ما بين مجلس اداره النادي الاهلي، ممكن يقرب وجهات نظر كبيره جدا بين الجمهور. في محادثات بتتم ما بينكم وما بين المهندس محمود طاهر او حد من اعضاء مجلس الاداره؟ اقول لحضرتك حاجه يا استاذ ابراهيم، احنا مادين ايدينا، احنا ما عندناش مشكله خالص مع النادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي. انما احنا يحز علينا برضو ان النادي الاهلي ده يعني واحد من اقدم الانديه، ويعني هو اللي تاسس على ايديه اتحاد الكوره، واحنا كمان كنادي مصري. ويعني انا اذكر برضو حاجه، يمكن الحاج الله يرحمه، احنا كنا بنتمرن في ملاعب النادي الاهلي في مدينه نصر. يعني احنا ما كناش بنتمرن في القاهره غير هناك. كانت العلاقه وطيده جدا، وعلاقه وطيده جدا. يمكن اللي حصل، انا بس يعني بضم صوتي لصوت حضرتك، ان بقول لمجلس اداره النادي الاهلي
لغايه امتى الجفا؟ لغايه امتى هنفضل ببعاد عن بعض؟ احنا مادين ايدينا، انما احنا مش بننزل من نفسنا، او ان احنا يعني بنرخص نفسنا. انا بالعكس بس عايز اقول لك على خالص. حاجه، لان انا لاحظتها بقى فيكم كلكم في مجلس الاداره، ما تزعلش مني انا صريح فضل. يعني لا معاك اتفضل. انتوا دايما وانتوا بتتكلموا خايفين من الناس في المصري ان هي تفهم كلامكم غلط. بالعكس احنا انتوا خايفين الناس في بورسعيد تفهم كلامكم غلط. الدم اللي بيجي يعني وانت بتقول دلوقتي احنا مش بننزل من نفسك، انت ليه قلت خالص. الكلمه دي؟ ما هو معنى ان انت تقولها احساسك انه الناس في الشارع حاطه لكم بعض الشيء في الامر ده. لا خالص بالعكس. انا بكلمك ان يمكن الناس بتقول النادي المصري بيقدم ايديه كتير، والايدين دي مش بتتواصل من النادي الاهلي. مش عيب خالص. لا ومش عيب، بس لغايه امتى؟ احنا خلاص احنا اخذنا عهد على نفسنا، والقياده السياسيه يمكن في مصر بالقياده السياسيه، سواء الوزاره سواء الرئاسه بتحاول ان هي تحل الموضوع. احنا وقت ما هيتحل احنا هنقعد على في مبادره من المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه، وصلت لحد فين؟ والله لسه ما وصلتش لحد حاجه. ما اتحركتش. يعني لا ما اتحركتش. الفتره اللي فاتت يمكن كان في احداث في الساحه يمكن كانت اقوى من كده، الوضع الاقتصادي بتاع البلد والوضع اللي يمكن الامني شويه، فيمكن دي يعني حته مهمله شويه. انما احنا وقت ما هيبقى في قعده على الترابيزه احنا هنقعد، انما تنازلات احنا مش هنتنازل. احنا مش حاسين ان في مشكله احنا عملناها كبورسعيد او كمواطنين من محافظه بورسعيد. احنا بالعكس احنا كنا اتظلمنا، احنا كان جت رجلينا في مؤامره احنا ملناش علاقه بيها. وقت ما هيبقى في قعده على الترابيزه احنا ما عندناش مشكله خالص، احنا ناس اوبن مايندد جدا، احنا ناس متفاهمين وناس عايزين نحل. انما يبقى في حل جذري وسريع احنا هنقعد على الترابيزه. انما مش بقول لحضرتك ان احنا مش بنتنازل او كده، لا بالعكس. احنا القصه كلها وقت ما هيبقى في قعده احنا هنقعد، انما احنا مش هنبتدي بحاجه ولا ان احنا مستنيين حد يبتدي بحاجه. قعدونا على الترابيزه واحنا هنقعد، مفيش مشكله خالص. استاذ احمد، وانا خلاص حواري مع حضرتك بينتهي ووقتي معاك الحقيقه، يعني كنت اتمنى لو انه يمتد. ما شاء الله بتتكلم بترتيب وبمنهجيه وحاجه محترمه جدا. عايز تقول ايه لجمهور النادي المصري وانا بختم كلامي مع حضرتك، او ولو في رساله حابب توجهها لشخص معين لجهه معينه؟ اتفضل يا فندم. والله انا احب بس ان انا اوجه رساله للجمهور، اقول له ان الفتره اللي جايه دي فتره ان شاء الله تبقى سعيده. احنا حزننا كتير، احنا حزننا قوي على الاحداث بتاعه مباراه الاهلي والمصري، يمكن احنا حزننا على الشهداء بتاع الاهلي كتير. الفتره اللي جايه ان شاء الله كلها فرح، كلها بناء للنادي، كلها بناء للمستقبل. بحب اشكر كل الناس، كابتن محمد عاشور قطاع الناشئين، كابتن ابراهيم المصري، دكتور محمد فاروق، مجلس الاداره، كله بيتفانى وكله بيحاول يشتغل على قد ما بيقدر. وان شاء الله هنفرح الجمهور في الفتره اللي جايه، وهيبقى النادي المصري مستوى تاني. ثقوا فينا وثقوا في المجلس الاداره وثقوا في اللعيبه والجهاز الفني الموجود باذن الله. ان شاء الله باذن الله. انا بشكرك يا فندم شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا في ساعه رياضه لاول مره، وان شاء الله ما تكونش اخر مره. ان شاء الله يا فندم. وانا مبسوط جدا بالكلمه اللي قالها الاستاذ ياسر يحيى لما قال ان هو برنامج مصراوي. اتبسط جدا وابقى سعيد لما انتوا تعتبروا البرنامج ده برنامجكم، زي ما انا ببقى سعيد جدا لما اسمعه من الناس في الشارع. دي كانت حلقتنا النهارده من ساعه رياضه. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. يوم الخميس والجمعه احنا مش موجودين طبعا، اجازه. يوم السبت باذن الله لقاء متجدد وساعه رياضه في تمام الساعه الواحده. بشكر فريق العمل بالكامل، الاستاذ احمد جلال رئيس التحرير، محمد عماره واحمد ندى ومحمد بلال. بشكركم شكرا جزيلا والسلام عليكم.